بغيت نشري شقة في المغرب، بغيت الدكتور ينصحني قبل ما نعمل شي إجراء. يعني شنو تقول؟ بغى يشري شقة في المغرب، بغاك تنصحو شنو الإجراءات اللي يدير؟ أول حاجة يعني الشقة، ودابا كاين نصائح تقنية وكاين نصائح قانونية، ولكن أنا نكتفي بالقانون. خص العقار يكون محفظ أولا. ثانيا تمشي للمحافظة تاخذ شهادة الملكية وتاخذ القانون الداخلي ديال الملكية المشتركة وتشوف الوضعية ديال هذا العقار كيفاش دايرة. ثانيا العقار يكون مبني جاهز انتهى. رابعا شهادة الملكية ما تكون فردية وما تكون فيها مثقلة بأي حق عيني أو حق آخر، ما نقولش حق شخصي. رابعا يتأكد، للأسف هذه ما كنتش كنقولها، دابا غنقولها. يعني كان قبل ما كناش وصلنا لها، دابا وصلنا لها. رد بالك من الموثق اللي غادي تمشي عنده، تأكد بأن الموثق عنده سمعة طيبة وبأنه مستقر وفي أمان الله. كنا كنهضروا وكنقولوا الموثقين واش استثناء هو اللي كيسرق الفلوس. دابا تيجي عندي شي واحد تيجي بميف تيقول لي اقتنيت شقه من عند واحد المنعش عقاري، مشيت عند واحد الموثق، كنبقى نعاين نقول لي الموثق خدا الفلوس وهرب. رجع مؤسف جدا انه يعني العدد غادي وتيكبر، ماشي غادي وتيرجع اللور، حيت كاين ردع، كاين متابعات وكاين، لا، غادي وتيكبر، غادي وتيكبر. كنا شحال هادي فين باش تسمع شي موثق وكتسمع واحد دار ضجيج واحد. دابا لا، دابا رجعوا العدد غادي وتيكبر. فإلا ما اولا هاد الجسم هذا، هاد الهيئه، الا ما رداتش بالها وشدات مزيان البيبان على الفساد وعلى الغش وعلى السرقه، ما عرف كيفاش دير. هاد الهضره اللي كنقول انا سهله، ولكن في الواقع صعب. موثق يكون في المكتب ديالو، في الديوان ديالو، كيجي عنده واحد تعطيه شيك، كيجي واحد امي مسكين ما عارفش، تيقول له انا فلوس، كيعطيها له هكاك نقدا، ولا تيقول له الشيك ما تكتب فيه حتى شي حاجه، خليه لي حامله، وتيجبد من عند هذا ويجمع عند هذا ويجمع عند هذا، وتجي تقلب عليه من بعد اسبوع تلقاه مشى. يعني كي غادي يدير يحظيه هذا رئيس هاد الشرطه اللي غادي نديرو حنا في قسم الموثقين. هاد اللجنه غادي نديروها حاضيه هذا الشيء هذا، شحال قدامها تحضي. فانا تنقول لنا حنا عندنا ازمه، ماشي غير في جميع الاجزاء المهنيه، عندنا مشكل الاخلاق. ما يمكنلكش دير شرطي على شرطي وشرطي على شرطي ومراقب على مراقب. الموثق كان شحال هادي، الموثق الا قال لك الموثق شي حاجه صافي ما تناقشهاش وما كيجي لا معاك. دابا الموثق كيجي وكيراعي المصالح ديال المنعش العقاري ويضرب عرض الحائط هذوك المصالح والحقوق ديال هذاك المستهلك اللي جا شرا، تلقاه ميل، في حين انه خصو يكون هو محايد، لا مع هذا الجانب ولا مع هذا الجانب. هو ماشي محامي اللي غيكون عنده موكل تينوب عليه، هو تيخصو يضمن السلامه والامن والتوازن في ديك العلاقه اللي غادي يدير، في ديك الصفقه اللي غادي يدير، في ديك العقد اللي غادي يدير. خصو يضمن للشاري ويضمن للبائع، هذا كياخذ العقار ديالو والاخر ياخذ الثمن ديالو، وتمشي الامور مامنه، وهذاك يدخل العقار ويستهلكو ويستغلو وينتفع به بدون اي مشكل، والاخر دا فليساتو في امان الله وحفظه، ما غيتبعوا لا ضرائب ولا مشاكل ولا حتى شي حاجه.